اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كبسة اللحمة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا وطعمها بجد بجد تحفة، لازم تجربوها. لو جربتوا الطبق ده مش هتبطلوا تعملوه أبدا. اللحمة دايبة، بس أنا للأسف ما كنتش عارفة امسكها عشان هي كانت مولعة أصلا. كنا مستعجلين على الاكل يعني، ومش عارفه امسكها من كتر السخونيه ولا عارفه افتحها حتى. بس هي كانت دايبه جدا، مستويه جدا، كان طعم الرز تحفه، متطعم من اللحمه حلو جدا، لونه وطريقتها تحفه. يلا نشوف هنعملها ازاي. عندي حله على النار، هحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه. هسيبهم يسخنوا مع بعض كويس جدا جدا، لازم يسخنوا اهم حاجه. وهكون مجهزة اللحمة بتاعتي، غسلها كويس جدا ومصفيها من المية. اول ما الزيت والسمنة بتوعي يسخنوا هنزل على طول باللحمة بتاعتي عشان ما تنزلش ميتها. لازم اديها صدمة واشوحها كويس جدا. هسيبها على نار عالية قوي، كل ما تاخد لون من ناحية هقلبها على الناحية التانية بالشكل ده. كل ما احس ان لونها غير هقلبها على طول على الناحية التانية. انا عايزاها تتشوح في السمنة والزيت كويس جدا وتقفل المسام بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هكون مجهزة معايا بقى نص معلقة صغيرة من كل حاجة: فلفل اسود وقرفة وتوابل لحمة، مش اكتر من كده. ممكن تستبدلي القرفة بتوابل كبسة بس مش هنحطها دلوقتي، لكن القرفة بتدي للحمة طعم حلو جدا وكمان للرز. هدي تقريبا كده للحمة بتاعتي في التوابل وفي السمنة والزيت، وهغطيها واسيبها تتشوح كويس جدا في التوابل دي. اهم حاجة تستخدمي قطعية تكون بتستوي بسرعة، قطعية اللحمة نفسها تكون بتستوي بسرعة. هنا كل شوية بشوحها كده، اشيل الغطا واديها تقلبتين واغطي عليها تاني. هنا اتشوحت معايا كويس جدا. هضيف بقى بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، هديها تقليبة كده وهغطي عليها برضو واسيبهم يتشوحوا مع بعض. هنا خلاص كده اتشوحت معايا كويس، هديها تقليبة برضو. بس حاسه لسه ان البصله ما دبلتش معايا، فبرضه هغطيها دقيقتين 3 وهشوفها تاني. اهم حاجه تخليكي جنب الحله عشان ما تتحرقش منك او اي حاجه. هنا خلاص كانت البصله دبلت معايا كويس. هضيف بقى كوبايه من الميه السخنه، لازم تكون سخنه بتغلي هي قدامكم. هديها تقليبه واغطي عليها وهدي النار خالص واسيبها تستوي براحتها لغايه ما تتشرب الميه. انا عايزاها 3/4 سوا، مش عايزاها اللي هي نية خالص ولا مستوية خالص عشان ما تتهريش معايا في الرز. هنا خلاص كانت اتشوحت وشربت المية اهي. تعالوا كده نشوف حتة. لون اللحمة كان تحفة جدا وكمان ريحتها قلب البيت. شايفين الشوكة بتخش بكل سهولة، بس لسه مش مستوية 100%، يعني حوالي 80%. هنا بقى هضيف الرز. انا غسلاه ونقعاه نص ساعة. ده رز بسمتي، ممكن تستخدمي رز مصري عادي، بس الفرق في معيار الشوربة او المية. هنا هضيف معلقة كبيرة كده من الكركم، ممكن زي ما قلتلكوا توابل كبسة، وهحط واحدة من اللومي والملح بتاعي. هنا بقى هكون مجهزة مية بتغلي معايا، هضيفها على طول. طب معيار المية ايه او الشوربة ايه؟ ممكن تزودي شوربة عادي لو عندك، هيبقى احلى. معيار المية لكل كوباية رز كوباية ونص من المية. يعني انا هنا حاطة كوبايتين من الرز، حطيت 3 كوبايات ونص من المية. سوري، 3 كوبايات من المية. الكوباية اللي ليها كوباية ونص. هفضل معلية على الحلة بتاعتي لغاية ما الرز يتشرب كده. هديله تقليبة وهدي عليه النار خالص خالص، هسيبه بقى يستوي براحته هو واللحمة لغاية ما يتشرب المية تماما. الرز ده بياخد تسوية شوية عن الرز العادي، الرز المصري العادي. هنا خلاص بقى كنت هديت عليه النار واتشرب كويس جدا بالشكل ده.
شايفين باين على الرز جدا ان هو مفلفل، شايفين شكله، ولا عجن مني ولا اتكسر ولا اتهرى ولا اي حاجة. هنا خلاص كنت غرفت الطبق بتاعي، شكله حلو جدا، يشرف سفرتك في اي عزومة وفي اي مكان. حلو جدا طبعا في رمضان، في عزومات رمضان خلاص داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. شايفين الرز بتاعي مفلفل خالص خالص، وكمان اللحمة بتاعتي دايبة، بس زي ما قلتلكوا في اول الفيديو انا مش عارفة امسكها اصلا من السخونية، يعني انا ايدي اتحرقت كذا مرة بسبب السخونية وانا مش عارفة اوريها لكم، لكن هي كانت دايبة جدا. عشان زي ما وريتكوا كده انا كنت مسوياها 3/4 سوا، والربع الباقي استوى مع الرز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.